شهد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية التي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء، واستمرت لعدة أيام، وشارك في تنفيذها عناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة والمدفعية وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي وعناصر القوات الخاصة. بدأت المرحلة بقيام القوات الجوية بتنفيذ طلعات استطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية ذات القوة النيرانية المباشرة وغير المباشرة، وإبراز عناصر من القوات الخاصة للاستيلاء على خط حيوي في عمق دفاعات العدو وتأمينه وتدمير مركز قيادة للعدو. وفي الوقت نفسه قامت القوات المهاجمة بدفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لتطوير الهجوم واختراق دفاعات العدو وتدميره بمعاونة الطائرات الهليكوبتر المسلحة وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. وفي نهاية المرحلة أدار المشير طنطاوي حوارا مع عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب، حيث أكد أن القوات المسلحة وشعب مصر العظيم كيان واحد، وأن ولاءنا الكامل لشعب مصر وأرضها، وأن كرامة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلى التوجهات والانتماءات. تهنئة من كل القلب لكل الشعب المصري، وتهنئة من القوات المسلحة كلها للشعب المصري، وإن شاء الله القوات المسلحة بتاعتكم ستستمر الدرع ليكم لهذا الشعب العظيم.